السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا في احسن صحه وفي افضل حال. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم فيديو حلو قوي، من اجمل الفيديوهات اللي عملتها ومن اجمل الوصفات اللي انا مبسوطه جدا ان انا قدرت اعملها بشكل كويس، وهي الطعميه او الفلافل المصريه. دي بقى أكلة رسمية مصرية، يعني 100%. مفيش حد مصري بيستغنى عنها، وكمان إن شاء الله داخلين على رمضان، فبتبقى طبق أساسي كده على السحور. هعملها معاكم بإذن الله بالطريقة المظبوطة بتاعتها، مش هتدوروا بعد كده على أي طريقة تانية. ازاي شايفين قدامكم ما شاء الله في الزيت، ولا فكت مننا ولا شربت زيت، ومقرمشه وطعمها وريحتها قلب الدنيا، احلى مليون مره من اللي هتجيبيها من اي مطعم. كفايه ان انت في اي وقت هتحتاجي طعميه سخنه وطازه وجميله هتلاقيها قدامك، وقت سحور، وقت عشاء، وقت فطار. مش هتحتاجي ان انت تروحي من بدري وتقفي في المحلات وكده، او لو زي كده ساكنه في منطقه ما فيش فيها محلات قريبه منك. انا يعني اشتقت للطعميه جدا وجربت وصفات كتيره جدا لحد ما لقيت الوصفه دي اكتر وصفه ناجحه ومضمونه 100% باذن الله انك تعملي احلى طعميه، احلى كمان من اللي في المحل. ريحتها بجد في البيت كانت قلب الدنيا. وكمان كملوا معايا لاخر الفيديو، هعمل معاكم احلى شويه فول بيتي بدون افتكاسات وبدون اي تعقيدات وبدون اي حاجه. هتعملي احلى فول وهنعالج كل المشاكل اللي ممكن تقابلك بسهوله وبيسر. بس لو لسه ما اشتركتيش معايا في القناه، اتمنى تشرفيني بالاشتراك في القناه وتشوفي فيديوهاتنا اللي فاتت، ان شاء الله هتلاقي اللي يعجبك. بسم الله ونبدا وصفتنا. معايا هنا مكونات سهله ومفيش ابسط من كده، واكيد كلنا عارفين المكونات، بس الطريقه هي اللي هتفرق معايا النهارده. انا عندي نص كيلو من الفول المدشوش، نقيته وغسلته ونقعته يوم كامل وليله، يعني اكتر من 24 ساعه. عندي المكون الاساسي في الطعميه وهو الكرات. الكرات يا جماعه بيبقى ورقته بالشكل ده، غير البصل الاخضر خالص. ورقه مزدوجه كده، انا بقطعه وبغسل الورقه دي من جوه، لان بيبقى فيها طينه وكده، وبتجمع الاتربه اللي فيها في المنطقه دي. عندي بصلايه عاديه صغيره، وممكن تستبدليها ببصل اخضر لو متوفر. وعندي رغيف عيش واحد من العيش اللي هو الشامي، او تقدري كمان تستخدمي العيش اللي هو البلدي العادي بتاع الفرن، بس هتستخدمي نص رغيف بس مش رغيف، لان العيش الشامي حجمه اصغر شويه. ببله كده في نص كوبايه ميه وبحطه على جنب، وببدا اجهز الطعميه بتاعتي او الخضره بتاعتي. اضافه العيش عندي في الطعميه بيفرق جدا في القوام بتاع الطعميه من جوه، يعني لما تيجي تقلي الطعميه ما بتلاقيهاش فاضيه او مفرغه من جوه، لا بتلاقي ليها قوام. انا جربتها مره من غير العيش ومره بالعيش، اللي بالعيش افضل بكتير بكتير. هنسمي الله كده ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل أحلى طعمية. بس يا ريت تتابعوني لآخر الفيديو، علشان في حاجات مهمة جدا أنا هنبه عليها عشان تطلع معاكي الطعمية ناجحة مليون في المية. المشاكل اللي بتقابلك: الطعمية بتفك مني في الزيت، الطعمية بتشرب زيت، الطعمية بتبقى غامقة، ازاي تخزني الطعمية لفترات طويلة وتطلع معاكي هشة وحلوة وجميلة كأنك لسه عاملاها طازة. كل ده وكل الاسرار دي، ريحه الطعميه اللي بتقلب الدنيا، نحصل عليها ازاي، كل ده هقوله ان شاء الله في الفيديو. خليكم معايا بس للاخر. هنسمي الله كده ونبدا. قطعت الخضره بتاعتي علشان انا بحب اريح الاجهزه اللي هشتغل عليها، يعني لما احرق خلاط ولا احرق كب عشان شويه طعميه انا خسرانه. فبقطع كده الاول الخضار بتاعي تقطيع عشوائي كده، بحيث ان انا اسهل على الكبه او على المفرمه اللي انا هشتغل فيها. حوالي 7 أو 8 فصوص من الثوم الكبير، قطعتهم شويه كده على الفول. وقلت لكم الفول ده منقوع يوم كامل وليله، يعني يوم 24 ساعه وليله كمان. ببدا اخد شويه فول كده صغيرين وعلى الكبه بتاعتي وافرمهم. عندك مفرمه لحمه، اللي هي مفرمه اللحمه، افرميهم فيها. عندك كبه افرميهم فيها، بدل وشين كده في المفرمه، بحيث ان انا اسهل شويه على الخلاط بتاعي، ان انا هشتغل النهارده ان شاء الله في الخلاط. هبدا كده اطحن كميه الفول بتاعتي بالشكل ده، وما ازودش، يعني حبه بحبه كده، بحيث ان الحاجه بتاعتي ما تبوظش، ما احرقش كبتي، ما احرقش خلاطي. ما عندكيش بقى كبه وما عندكيش مفرمه، هتعملي على طول مباشر في الخلاط، وهقول لك ازاي دلوقتي. اللي عنده الكبه هيعمل المراحل دي اللي انا قلت عليها دي. هتبداي تفرمي الفول كده مع الثوم وشين كده كل مره لحد ما نخلص الكميه كلها. وعندي هبدا بقى افرم الكزبره بتاعتي مع رغيف العيش اللي انا بلاه. ده عود كزبره، ما تكتروش الكزبره علشان هي اللي هتغمق معاكي الطعميه، وكمان بتنزل ميه كتير وتخلي الطعميه تفك. فعود كزبره صغير كده بين ايديكي. اهم حاجه اهم حاجه الكرات. انا استعملت هنا 3 راس كرات كبيره على النص كيلو فول. الكرات بتدي ريحه حلوه جدا، بتدي اللون الاخضر الفاتح الجميل اللي احنا عارفينه بتاع الطعميه. لو كترتي، ونسبه الميه فيه ضعيفه جدا، هو بيدي كمان الياف حلوه في الطعميه، فتحطي كرات براحتك. لكن الكزبره قللي فيها زي ما قلت، هو عود واحد كفايه من الكزبره على البقدونس او كزبره بس، كافي جدا. بفرم الخضار بتاعي مع البصلايه، وبحط ربع كوبايه ميه كده بحيث ان يسهل معايا الفرم. ده في الكبه. ما عندكيش كبه، هتعملي الحركه دي في الخلاط، بس هتزودي الميه شويه، نحط مثلا كوبايه ميه، وهنبدا نحط فيها الخضار ده كله ونضرب في الخلاط.
تمام. بعد ما فرمت الخضار بتاعي كده في الكبه هبدا احطه في الخلاط واحط عليه شويه ميه. انا بس بعمل في الكبه عشان اريح الخلاط بتاعي بس شويه، لان هو ضعيف يعني القوه بتاعته ضعيفه، فبساعده انا. ابدا افرم الخضار بتاعي كويس، شايفين كانه عصير بالظبط ورغ معايا وبقى خفيف خالص. هبدا دلوقتي بقى ايه اشتغل في الطعميه بتاعتي. هو الكلام كتير بس صدقوني الحركات او الشغل بسيط جدا. هبدا بقى احط طبق الخضار المفروم وطبق الفول المفروم، وهبدا بقى على الخلاط جنب مني شويه خضار شويه فول، ابدا اضربهم معايا كويس. لو الخلاط بتاعك شديد هيجيبهم، اما انا الخلاط بتاعي يعني قوته مش قد كده، فاحتاج ان انا واقف معايا، فاحتاج مني ان انا احط كده ايه مع قيمه معلقتين 3 ميه، وابدا اخفق تاني. شايفين لما خفقت تاني بالميه اشتغل معايا ونعم لي الطعميه 10/10 بالشكل ده كده. هنكمل كل المقدار بنفس الطريقه، شويه ميه جنبك، قيمه كوبايه ميه، الخضره بتاعتك مفرومه، الفول بتاعك مفروم، وتبداي تشتغلي كده وتحركي الخلاط بنقطتين ميه كل ما تحتاجي. طب انا الطعميه بتبقى ميتها كتير، لازم نتخلص من الميه الزياده دي. طبق كده وفوق مصفى، واللي يطلع من الخلاط تحطيه في المصفى يصفي الزياده اللي فيه. تمام. كل ما هتطلعي دور هتطلعيه على مصفى بالشكل ده تنزلي الميه. سر الاول لفشل الطعميه وان هي تفك منك في الزيت هو وجود الميه، فلازم تتخلصي من الميه الزياده اللي موجوده في الطعميه. هنبدا نكرر نفس الخطوات تاني، شويه من الخضار شويه من الفول وربع كوبايه ميه، واضرب تاني في الخلاط بتاعي ضربتين 3 لحد لما تتاكدي ان هو بقى بالقوام اللي انت شايفاه ده، وهضيفها تاني على الكميه الاولانيه وهبدا اصفيها. تمام. بالمعلقه كده والسباتشولا وحركي الطعميه كويس لحد لما تنزل ميتها معاكي. اول مرتين بس بضيف الميه، وبعد كده ما عدتش بضيف ميه خالص. طب بتعملي ايه عشان تحركي الخلاط؟ هقولك. باخد دلوقتي، استني معايا بس ثانيه. انا بصفي الطعميه بتاعتي كويس قوي اللي هم اول دورين، وباجي بقى في الدور الثالث بحط برده نفس الفكره، شويه من الخضره شويه من الفول، ومش هحط ميه. هتحط ايه؟ هحط الميه اللي نزلت من الطعميه نفسها، دي لتصفيه الدورين الاولانيين. خلاص يبقى انا بحط ميه في الاول في التاني على قدر الامكان. كل ما تقللي استخدام الميه انت كده ماشيه صح. لازم نصفي الميه. انا كده خلصت وضربت بالميه اللي تنزل بضرب بيها تاني وتالت لحد لما خلصت كل الكميه اللي عندي طلعت بالقوام الجميل ده. سبتها في المصفى حوالي 10 دقائق كمان لحد لما تنزل كل الميه اللي فيها، واتاكدت ان هي مسكت كده وبقت تمام. بدات ايه اعبي في اكياس ثلاجه علشان بقى اخزنها وافرزنها. طب انت عملتي ايه دلوقتي؟ ضفت اي حاجه ولا اي حاجه؟ العجينه الطعميه بتتعين عجينه ساده بالشكل ده، ما بحطش عليها اي اضافات تانية نهائي. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ ليه بقى؟ لو حطيت عليها اي اضافات او اي بهارات او اي حاجه، اضافه البهارات بتغمق معاكي لون الطعميه لو اتخزنت بيها، وكمان نكهه البهارات بتروح ومش بتحسي بيها لما بتيجي تقلي الطعميه. يبقى العجينه بتتعان زي ما هي ساده بدون اي اضافات. دلوقتي انا سبت جزء كده من العجينه عشان اجرب معاكم ونقليها سوا ونشوف. هنضيف لها بهارات ايه؟ الطعميه ما بتحطلهاش اكتر من معلقه من الكزبره الناشفه، معلقه شويه ملح حسب المذاق، وشويه شطه لو بتحبيها. والاساس عندي اللي بيدي الطعم والريحه اللي بتقلب الدنيا والطعم الجميل اللي بتشوفيه في الطعميه، معلقه من الشمر المطحون او نص معلقه من الشمر المطحون، ورشه خفيفه كده من البيكنج باودر. بحطها وببدا اقلب ده كله كده بمضرب او بسباتشولا او بايدك او بمعلقه او باي حاجه. المهم تتاكدي ان انت هيشتي الطعميه. انا ما بحطش البيكربوناتو في الطعميه لان هو بيفتح الطعميه مني قوي وبتبقى شديد على الطعميه البيتي يعني. ممكن بيحطوه بره لان عندهم المطاحن والمكنه بتاعه الطعميه دي بتبقى شديده وبتهيش معاهم الطعميه جدا، فمهما يحطوا اي مكونات بتبقى معاهم تمام يعني. ولكن احنا امكانياتنا في البيت مش هتسمح ان احنا نهيش الطعميه بالدرجه اللي هم بيعملوها في المحلات. طب انا خزنت الطعميه في الفريزر شايفين وعايزه اطلعها وتبقى جمال تمام يعني معايا. هحطها في الكبه يعني اطلعها شويه تفك واحطها في الكبه واحط عليها البهارات دي واضربها. ممكن تحطي معاها بضايه عشان تتاكدي ان هي يعني تمام. حتى لو انت فلت منك شويه ميه ولا حاجه حطي بضايه ومعلقه واحده بس من الدقيق. دقيق والله ما هيأثر في اي حاجه، واسمعوا صدقوني مش هيحصل اي حاجه. هتحطي البهارات اللي قلت عليها وشويه البيكنج باودر ومعلقه من الدقيق وبضايه، والله طعمها جميل جدا جدا جدا. يعني انت لو عملت الطعميه دي وحسيت ان هي فكت منك وجربتيها لقيتها بتفك، يبقى انت كده ما صفطتيش الميه كويس. حلها ايه؟ زي ما قلت لكم كده، معلقه من الدقيق وبضايه واللي فيها الطعميه وهتلاقيها في منتهى الجمال، والله ولا اي فرق خالص. طعمها حلو جدا. الطعميه بتاعتي ما شاء الله عايمه على وش الزيت، بتنزل في زيت عميق وسخن، وبعد ما بتنزل بهدي
عليها عشان تستوي. الطعميه لما تيجي تسويها في الزيت يعني بطبطيها شويه، ما تحطيهاش مكعكله، ما تحطيش الكره كده مدوره، لا بطبطيها على ايدك كده على الخفيف بحيث ان تنزل تستوي معاكي في الزيت وقلبها يبقى مستوي، بتطلع معاكي بالشكل الجميل ده. ريحتها قلب الدنيا، ريحتها حلوه جدا، طعميه نظيفه، الفول متنقي ومغسول. عارفه انت حاطه يعني ايه فيها، خضارك متنضف ومغسول جدا ونضيف، عاملاها بايديكي في اي وقت انت عايزاها ومخزناها، بتطلع معاكي بتفضل خضره وجميله. قلت لكم دلوقتي ازاي نخزنها. هنخزنها في اكياس، هنطلع الكيس قبلها بشويه، هنضربه في الكبه بشويه البهارات بتاعته. تقدري تحطي بيضه، تقدري تحطي معلقه من الدقيق لو حسيتي ان هي فكت منك في الزيت. بس عشان نتفادى الخطوه ديت صفيها كويس قوي. بعد ما تصفيها سيبيها في مصفى سلك ناعمه 5 دقايق او 10 دقايق قبل ما تخزنيها، هتبقى معاكي في منتهى الجمال. وبكده اكون قلت لكم كل اسرار الطعميه. تعالوا معايا بقى دلوقتي نشوف ازاي نعمل احلى واجمل طبق فول ممكن تعمليه في البيت بدون افتكاسات وبدون اي حاجه مش مظبوطه. تابعي معايا الفيديو للاخر وان شاء الله هتطلعي احلى شويه فول زبده معمولين كده على الشمعه، حاجه في منتهى الجمال. يعني معانا كده نص كيلو من الفول المدمس، بختاره اهم حاجه ان انت تختاري نوع التدميس، يكون فول بلدي حبايه وسط، ما تجيبيش الحبايه اللي هي الكبيره قوي الضخمه ولا الحبايه الصغيره اللي بتبقى رفيعه قوي ولونها احمر، دي هتغمق معاكي الفول قوي. الفول بنقيه وبغسله وبحط عليه شويه ميه، انا مش بنقعه، انا عايزه الميه دي تطلع كده على وشها اي حاجه مش مظبوطه، يعني اي فوله فيها عيب هتلاقيها طلعت لك على وش الميه. بعد كده خلاص بقى هي ده الهدف، بشيل الحاجات اللي طلعت على الوش، بجيب بقى القدره اللي انا هعمل فيها، استلف اي قدره، دي قدره ستي يعني قدره جدتي، كلها خير وبركه، وبعمل فيها على طول الفول، اخدتها منها وبتبارك بيها جدا وبحب اعمل فيها الفول. استلفي بقى قدره مامتك، قدره جدتك، ولو عندك قدره يبقى تمام، مفيش هتعملي في حله بس يا ريت تكون حله ضيقه يعني اللي هي حله تيفال او حاجه زي كده عشان ما يلزقش معاكي. بحط الفول كده في القدره وبحط عليه ميه عاديه من الحنفيه تلتين كده القدره، وبرفعه على نار عاليه. اول ما هيبدا يغلي هتلاقيه عيله معاكي كده وترفع على وش القدره كله. هتحط عليه 3 4 معالق زيت كده علشان يمنعوا الفول ان هو يتاكسد او لونه يتغير معاكي، يعني لو فتحت بصيت عليه كل شويه ما ياخدش هوا ويتاكسد ويسود منك. دي تكه حلوه قوي، معلقتين الزيت اللي بنحطهم دولت مهمين جدا. بعد كده خلاص بعد ما حطيت الزيت ببدا اهدي بقى النار شمعه، يعني الفول ده بقول معمول على الشمعه علشان ناره شمعه، نار هاديه جدا جدا. بغطي بقى عليه واسيبه كده حوالي ساعتين. اول ما تصحي من النوم ولعي على الفول، وان شاء الله على ما تخلصي الغدا كده وتخلصي اللي وراكي هيكون بقى جاهز معاكي تمام. يعني حته ان احنا نحط اضافات عشان يستوي بسرعه وكده، كل الحاجات دي ملهاش اي لازمه، هو الفكره كله يستوي على نار هاديه وحطيه ونسيه على النار، على ما تخلصي اللي وراكي هيكون هو بقى تمام. ساعتين 3 كده بقى معايا بالشكل ده. ولو بعد ساعتين كده لقيت الميه بتاعتك نزلت، يعني كل شويه بص عليه بعد ساعتين بعد 3، وده على فكره بيختلف من نوع فول للتاني. لو لقيت الميه بتاعته بتقل هتغلي ميه في كنكه وتضيفي لحد برضو الخنقيه بتاعت القدره كده، يعني ما تمليش برضو للاخر عشان ما يفرش منك ويبهدلك الدنيا. هتحطي شويه كده بشويه، والزيت اللي احنا حاطينه ما تخافيش كل ما تفتحي مش هيأثر معاكي في اي حاجه، الميه بيضه والفوله رايقه وزي الفل. عندي هنا كوبايه كده من الفول المدشوش، تقريبا 100 جرام من الفول المدشوش على نص كيلو، بحط 100 جرام على النص كيلو الفول اللي هو اللي بقشر. الفول المدشوش مغسول ومنقوع من ليلتها من بالليل، وصبحت الصبح وانا بجهز الفول ضفته على الفول لما بدأ الفول يدخل معايا في السوا. يبقى لما الفوله اللي هي اللي بقشر تدخل في السوا كده تبقى مثلا تلتين سوا، بضيف عليها الفول المدشوش المغسول ومنقوع من بالليل. بسيبه كده حوالي ساعه وبرجع له، بس يا ريت ما تقلبهوش في الاول، يعني حطيه وما تقلبيش عشان ما ينزلش تحت ويرسي معاكي ويتحرق. حطيه بس على الوش وتعالي له بعد ساعه قلبيه، اديله تقليبه كده، وكمان سيبيه نص ساعه تاني بعد التقليبه دي هتلاقيه لف الفول معاكي وخلى ميه الفول تقيله وزي الفل. انا عندي الفول هنا كده يعني قعد حوالي 4 ساعات على النار، بقى زي الزبده ولونه ذهبي وشكله حلو جدا. بحب اعمل حركه ان انا باخد شويه كده من الفول اللي صحيح كده في طبق، قيمه طبق فول كده، وبفرمه في الكبه وارجع اضيفه تاني. دي اختياري، انا بعمل الحركه دي عشان ولادي بيحبوا الفول ما يبقاش كله صحيح. لو بتحبي الفول كله مطحون اطحنيه كله، لو بتحبيه كله صحيح زي ما تحبي، بس انا بعمل نص كده ونص كده بحيث ان يبقى طبق الفول فيه مفروم وفيه الصحيح، بيديني برضو شكل حلو وبيديني قوام حلو للفول. بسيب الفول بس بتاعي يهدى كده ويبرد، انا كده ما ضفتش على الفول لا رز ولا عدس ولا عيش مبلول ولا بصل ولا ثوم ولا طماطم ولا اي حاجات من اللي بتتحط دي. الفول المدشوش او الفول المدمس بيتعمل
الفول المدمس بيتدمس كده بس، فول صحيح وفول مدشوش، هو ده الفول الاصلي المظبوط التمام. عايزه بعد ما تعمليه بقى ساعه التجهيز تضيفي عليه اي حاجه انت عايزاها، حطي طحينه، حطي قشطه، حطي طشه الثوم، اعمليه بالطشه، اعمليه بالصلصه، اعمليه بالخضره، اعمليه زي ما تحبي، في 50 طريقه لعمل الفول. احنا بعمله كده ساده بالشكل ده، وبعد كده بغلفه لما بيبرد في اكياس ثلاجه بالشكل ده حسب الكميات الاكل، وهو بارد تماما، وببدا بقى اعبيه في الثلاجه في الفريزر عندي. بيقعد معاكي شهور، يعني اعمليه من دلوقتي وعيني رمضان، في اي وقت تلاقي عندك الفول. وعملنا قبل كده الطعميه، وبكده اكون عملت معاكم الفول والطعميه بانجح طريقه ممكن تجربيها في البيت، وبقى لذ طعم احسن بكتير جدا وانضف بكتير جدا من المطاعم بره، وتوفير طبعا اكيد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه باي حاجه. عملنا مع بعض الزبادي، وعملنا تحضيرات كتيره لرمضان، وتفريزات خضار، وجهزنا حاجات كتيره قوي. اتمنى ان انتوا تتابعوني على القناه، عملنا حاجات حلوه يا ريت تشوفوها، وهنعمل حاجات